في نظريه هديك، بس النظريه الثانيه بتقول لك ان احنا كنا كويسين من غير خوان بيزيرا. احنا كنا كويسين كاداء لما كنا من غير بيزيرا حاسمين بقى ونخلص وننهي وندبح. انت لو بيزيرا الشوط احنا الاولاني كان ممكن نذبح من غير بيزيرا. ماشي بس كان هيديك اوبشن طبعا كنا سواء بدات بيه وخلصت 2-0 اللي هو بسيء كان سيء. انت قلت انا معايا 4 في رايك انت في 4. طب لو حطينا بالزيرا اللي بيبقى 7 و8 كنت خلصت وذبحت. ما هو في الحاله اللي ادم كان كويس وناصر ماهر كان كويس، لو بيزيرا كمان كويس كنت انت هتخلص اكتر من كده بكتير. مش 4-0 قوي، بس كنت وصلت للجون الثاني كان خلاص، وكان ينفع بقى تسحب لي بيزيرا وحسام عبد المجيد وتقلبها مراجيح. وده اللي هيجرني الحته بتاعت نظريه حسام عبد المجيد. في نظريه مسانده جدا لفكره انت لو طلعت بيزيرا ليه، لان انت طلعت الجناح بتاعك وسبت قلب الدفاع اللي هو معرض جدا في لقطه وكان ممكن يلبس انذار. باي عقل بتفكر يا راجل، خاصه ان انت مؤكد ان انت بتفكر في ماتش الجونه وبتاكد القصه دي يا باشا. كنت اسوء الاحوال حطه دكه واخر ثلث ساعه نزل يا راجل، نزله في الدقيقه 85 لما الجونه تجيب تعادل كنت ترميه يمكن يعرف يتشقلب بيعمل حاجه. يعني انت اصلا للامانه عشان ما كنتش يعني عامل نفسي كده، انا ما كنتش مستهجن القرار للامانه. يعني انت كنت مستهجنه بصراحه، اديك كريدت في الحته. انا كنتش مستهجن القرار، بس لما بفكر تاني بقول هو بيزيرا هيغيب على ماتش الجونه، او لو انا مش هخليه يلعب او خليش يلعب يعني الا حاجه بسيطه، او اسيبه على الدكه لو حين الطوارئ، فهيبقى معاه لسه الانذارين، فكره التصفير يعني هيغيب على الماتش برضه. طب ما يغيب على الماتش بعد الاهلي وخلاص. ايوه ليه ماتش مستقبلا انا مش بالظبط. لكن انا الماتش اللي نفسيا ممكن يعني هو مش معرض قوي انه ياخد انذار 100% كده، لكن هو نفسيا انت ماتش الجونه ده قبل ماتش الاهلي غير ماتش تاني بعد ماتش المحله حتى. يعني غير ماتش المحله مش ما فيش ماتش مضمون فيه، بس المحل حتى مع علاء عبد العال مش فريق بيهاجمك قوي، فانت حتى ايه يا عم قشطه يعني محتاجه اكتر في المحل. انت محتاج ماتش المحل. سوري انا بتكلم على حسام عبد المجيد، مش عارف ليه يجي في بالي حسام عبد المجيد، خلطت كده. صح بص انا في رايي انا خلاص هو هيجيب كده الغياب هيحصل أيوة خلاص. استنى لما يبقى قدري، ما اقعدش انا بقى اروح انا بمزاجي. يعني انا ما بقدمش استقالتي من شغل هم يمشوني ماشي يعني عارف انت. افضل حافظ على فرصك بوجوده. وبعدين ده خلي بالك ده واخد انذارين، واحد منهم على الفانيلا هياخد باله ما يقلعش الفانيلا تاني صح. والتاني ده كان انذار في فاول ولا حاجه، كان تقريبا في مباراه المصري. فاكره حوده؟ انا فاكره في مباراه المصري تقريبا. الاسماعيلي كان عامل لا ما هو الاسماعيلي ده الثالث، الانذار الثاني كان في مباراه المصري. في دخله المصري وكاتش والله مستحق قوي يعني.